السلام عليكم. تقول صاحبة القصة أنا هند. هحكي لكم قصتي كيف ما وقعت لي عشان تستفيدوا منها. أنا كنت وحيدة أمي وأبويا، ما كان عندي أخوات. كنت أحس بالنقص، كنت ألعب بدمياتي وأحسهم إنهم هم أخواتي. كان عندي نقص كبير لأني ما عندي أخوات. لما كبرت كان حلمي أتزوج وأجيب أولاد كتير. ما بعرف تفهموا علي ولا لا. أهم شي تكون عندي أسرة. وصلت سن 20 سنة، تعرفت على شاب من نفس المدينة، دخلنا في علاقة لمدة 3 شهور. تقدم لي للزواج، أهلي عرضوا، كان بدهم أكمل دراستي. أقنعت أهلي إنه هو إنسان كويس وأحواله المادية فوق الريح، أعيش معه على أحسن حال. بعد شهر رجع تقدم لي، وافقوا أهلي. أنا صراحة كان حلمي إن يكون عندي أولاد، أما الدراسة ما اهتميت بها. أهلي قالوا لنا اعملوا الخطبة وبعد سنة اعملوا الفرح، وهذا كله عشان يمكن أنا أغير رأيي عن الزواج وأكمل دراستي. عملنا مثل ما قالوا أهلي. أنا بقول يا رب إمتى بس تخلص هالسنة. المهم هو كان إنسان صراحة محترم كتير، ما كان يطلب مني شي، لا طلعات ولا فوتات ولا أروح معاه أماكن مو كويسة. كانت أحواله المادية كتير كويسة، عندهم تجارة خاصة فيهم، كان عنده سيارة وعنده بيت، كان ميسور الحال. ومع ذلك عمره ما قال لي يلا معايا على البيت. أنا كنت أحبه حب كبير جدا، وكان يحترمني وكمان كان يحبني. صراحة مثله في هذا الزمان ما فيه. كنت بحكي لصديقاتي عنه، بقول لهم ما بيطلب مني شي وبيعاملني كتير كويس وبيحترمني. صديقاتي قالوا لي مستحيل، أكيد بيعمل أشياء مع بنات تانيين في أماكن تانية. قالوا لي مستحيل الرجل يكون بارد كده. كيف ولا مرة طلب منك تروحي معه على البيت؟ أنا ما كنت أسمع كلامهم. مهم مرت السنة وإجا يوم الفرح. أهلي فرحوا بي وعملوا لي فرح عشان أنا بنتهم الوحيدة. أنا كنت مبسوطة، بقول وأخيرا حلمي حيتحقق ويصير عندي أولاد. فوق هاد اتزوجت الشخص اللي أنا أحبه. كنت مبسوطة. خلص الفرح ورحنا على البيت اللي كان مجهزه من كل شي. وهنا كانت المفاجأة. أنا كنت متلبكة وخايفة، أول مرة حضر مع رجل في بيت واحد وغرفة واحدة. خفت كتير. النصايح اللي اعطوني صديقاتي المتزوجات راحوا. ما عرفت شو أعمل، أضحك أم أبكي. دخل هو للغرفة، غير ملابسه ودخل يعمل دوش. جاني الأمر غريب، كيف إحنا دخلنا هلا للبيت كيف هو عمل دوش؟ الدوش وإجا جنبي وجلس. أنا هنا بديت أتقرب منه، راح الخوف شوية والخجل مني. هو كذلك قرب مني. بعد شوي شفته مو طبيعي، وجهه تغير صار أحمر. سألته شو بك؟ قال لي لا ما في شي، تعبان شوي من السهر، أنا ما متعود على السهر. قال لي أنا فرحان إني تزوجتك. فهمته. قال لي وانتي شو بك؟ قلت له ولا شي، أنا كمان متوترة شوي، هي أول مرة أكون معاك لوحدنا. وهو ينطق وقال لي شو رأيك نخلي هذاك الشي اللي على بالك لين بكرة؟ أنا ما كان بدي أخلي لبكرة، كنت مستعدة عشان نخلص. خلاص حخليه براحته. قلت له خلاص طيب أوكي. جاء اليوم التاني نفس المشكل، أشوفه غير طبيعي. سألته إيش بك؟ قال لي راسي يوجعني من أمس، ما نمت كويس. قال لي يمكن حد عمل لي سحر. أنا ما كنت أصدق هالأشياء. مر أسبوع ما صار شي بيني وبينه، وهنا بلش الموضوع يخرج عن السيطرة. بدأت أفقد صبري. قلت له صارحني شو في؟ أنا حنضل كده؟
قال لي لا، أنا بدي أخليك براحتك. كنت متوترة. قلت له لا، ما فيني شي، أنا كويسة الحمد لله. قال له هذا الأمر عادي وإحنا مو صغار، أنا عمري 21 سنة وإنت 25 سنة. وظل الوضع على ما هو عليه. زعلت منه وقاطعته من الكلام لمدة 3 أيام ما كلمته. بدأت أفكر في الموضوع السحر اللي قال لي عليه، يمكن يكون صح، حد عمل له شي. بدأت أفكر، ما اقتنعت. رحت عنده وسألته، قلت له لازم تصارحني وهي آخر مرة حسألك، أنت إيش بك؟ قال لي الصراحة أنا عندي عجز جنسي. انصدمت. عجز جنسي؟ قلت له يا سلام. ما عرفت أضحك ولا أبكي. اختلط علي الأمر. حسيت إنه ضحك علي وما صارحني من الأول. أنا كان حلمي إن يكون عندي أطفال، معه ما حيجيني أطفال. أنا تخليت عن دراستي عشان حلمي إن يكون عندي أطفال. جمعت ملابسي ورحت بيت أهلي. أهلي ما فهموا شي، قالوا لي اسكتي، لا حد يعرف إنك متزاعلة مع جوزك من أول شهر. يعني العائلة ما لازم يعرفوا عن هالشي نهائي، إني أنا جيت عند بيت أهلي وتخاصمت مع جوزي. حبايبي ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. يلا نكمل القصة. وبعد يومين إجا ورايا عند بيت أهلي وقال لأهلي هي لسه جديدة عن المسؤولية وبتتدلع وهي لسه صغيرة ولسه الزواج جديد عليها واختلطت عليها الأمور، عشان هيك جات لعندكم. رجعت معها على البيت، جيت أتناقش معه عشان لاقي حل للمشكلة اللي هو فيها. لو أنا اللي زعلني منك إنك ما صارحتني من البداية. سنة وإحنا مخطوبين و3 شهور قبل ما ننخطب، يعني سنة و3 شهور. عليك تصارحني. قال لي العيب اللي عندك. قال لي أنا خفت أسارحك وإنتي تتخلي عني، وأنا كنت بحبك وما حبيت أخسرك. صارحتك كنتي حترفضيني. قال لي أنا ححاول أحل المشكل. قلت له أنت بتعرف شو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندك كبير. قلت له تخيل إنك تتزوجني وأكون أنا اللي عندي مشكل، من أول يوم هتقولي مع السلامة. الرجال بأبسط مشكلة عند المرأة ويكون المشكل جنسي بيدور على مرأة تانية ويتزوجها. بيقولوا معذور زوجته فيها عيب. أنا طلعت بنت الناس وبقيت ساكتة، ما قلت شي لأي حد. مرت الأيام، رحنا عند الدكتور، أكتر من دكتور. كل ما سمعنا عن دكتور كويس بنروح لعنده، وما خلينا شي وما عملناه من أعشاب وخلطات بدون نتيجة. أي دكتور كنا بنروح عليه بيثبت إنه عنده عجز جنسي تام وما في علاج. أنا ما قدرت أصبر معه على هذا الحال. أنا صبرت معه كتير وضليت معه 2 سنين، وهو عمل معي غلط كبير، ما صارحني من الأول. شو ذنبي أنا؟ فكرت كويس وفي الأخير حكيت لأمي عن كل شي. تعرفوا أمي شو قالت؟ قالت لي المرأة الأصيلة هي اللي بتضل مع زوجها وتصبر معه. أمي تفكيرها تفكير ناس زمان. قلت له شو يعني حضل معه حياتي كلها كذا، متزوجة وماني متزوجة، حرم من الأولاد. ما اقتنعت بكلام أمي. دخلت على النت وحطيت مشكلتي في أحد المواقع باسم مستعار. كل واحد وشو بيقول لي. شي بيقول لي لازم تصبري وتكوني امرأة أصيلة، وشي بيقول لي من حقك تطلبي الطلاق وروحي تزوجي بشخص تاني لأنك لسه صغيرة.
واحد وشو بيقول لي، وفي الأخير فكرت كتير. رحت لعنده وقلت له أنا بدي سافر لوحدي. قال لي كيف تسافرين لوحدك؟ إحنا ما عندنا نسوان يسافروا لحالهم، بحكم المنطقة اللي منها هو صعب وعيب المرأة تسافر لوحدها. قلت له كيف يعني ما أسافر؟ أنا صابرة معاك مع العيب اللي فيك، وسرك ما خبيته. أنا معاك صرت مكتئبة، ما خلاني أسافر. مرت الأيام، صار عندي اكتئاب حاد، صرت أفكر في الانتحار، ورحت عند الدكتورة النفسية، أعطتني مضاد للاكتئاب. بلشت أشرب الدواء. صرت بقول شو هذا الحال اللي أنا وصلت ليه؟ أنا حياتي صارت كلها دواء وبيت، مثل المجنونة ومحكوم عليها بالسجن. فتحت معه موضوع السفر من جديد، رفض. رحت عند المحامية وحكيت لها عن كل شيء. قالت لي ارفعي دعوة الطلاق، بس لو انتي اللي حتطلقيه ما حتاخدي شي من حقوقك، عشان ما عندك أولاد وانتي اللي بدك تتطلقين. أنا ما عاد يهمني شي وما بدي منه شي، بدي أتحرر بس. دفعت دعوة الطلاق، تلاقينا أنا وياه في المحكمة. ما رضي يطلقني، قال لهم أنا زوجتي وبحبها وما بدي أطلقها، وأنا ما أقدر أعيش من غيرها. أنا ما قدرت أقول لهم عن العيب اللي عنده. في الجلسة الثانية المحكمة قالت لهم إنه عنده عجز جنسي تام، وطلبت تقرير طبي. عمل هو تقرير طبي، المحكمة طلبت منه إنه يعمله. عنده العجز الجنسي تام. طلقت وما استفدت شي منه، ما أخذت ولا شي ولا ريال. أنا أصلا ما كان بدي شي منه، بدي أتطلق بس. موضوع الطلاق كان كتير صعب علي. الأول دخلت اكتئاب، حسيت أني ضايعة. الطلاق مو سهل ولسه بعاني، وإن شاء الله أتحسن. في ناس كتير وفي ناس وقفوا معي.